السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وانتم في احسن الاحوال يا ربي. اليوم ان شاء الله اقتراح الكوتي، غادي نحضر معكم دي ميني كيك ساهلين اقتصاديين، بيضة واحدة فقط، كيجيو رائعين جدا، لذاذ اقتصاديين ساهلين. كيجيو واحد لي ميني كيك لي جد رائع البنات، كيجيو لذاذين بزاف بزاف، وكنحضرهم سواء للكوتي او للفطور، فكيجيو يعني من اروع ما يمكن لكم انكم تحضروه. فكنتمنى ان شاء الله انهم يرقوا الاعجاب ديالكم. ندوزو لطريقه التحضير وكذلك المكونات اللي غادي نحتاجو. فبسم الله على بركه الله. في اناء غادي نحتاج حبه ديال البيض، يعني هاد الميني كيك غادي نحضرهم غير بيضه واحده البنات، كيف ما قلت لكم اقتصاديين وساهلين. غادي نحتاجو الكيس تاع الفاني باش غادي نسمو، وغادي نحتاجو السكر. انا غادي نستعمل هنا 4 ديال المعالق ديال السكر، ممكن تضاعفوا الكميه او تنقصوا. 4 ديال المعالق يعني كتجينا الحلاوه اللي هي هذيك، ما كتكونش زايده بزاف. غادي نخلطهم مزيان غير بالضراب اليدوي حتى كيمتزجوا لي هاد المكونات مع بعضياتهم مزيان مزيان. يعني غادي نضربهم غير يعني بالضراب اليدوي. ممكن انكم تجمعوا الكل في خلاط كهربائي، ولكن ما كيحتاجوش لينا اننا كياخذوا لنا وقت، يعني راه اقل من 10 دقائق كيكونوا واجدين هاد الميني كيك هادو. فغادي نضربهم مزيان يعني حتى كيتغير اللون ديال الخليط كيف ما كتشوفوا. غادي نزيد الزيت، نفس القياس ديال الزيت هو نفسه ديال السكر، يعني غادي ندير 4 ديال المعالق، تقريبا ما يعادل ربع كأس من الزيت. دائما المعلقه باش كنعبروا السكر هي نفسها باش غادي نعبر الزيت. غادي نخلطها حتى هي مع المكونات حتى كتدخل في داك الخليط، يعني ما كيبقاش يبان لنا داك الزيت. هنا غادي نزيد كأس لاروب حليب، يعني كأس ما عامرش، كأس عنبه. حليب اللي كيكون عادي البنات، ما بارد ما سخون، يعني كيكون واخد درجه حراره المطبخ. كيف ما قلت لكم هاد لي ميني كيك يعني مقاديرهم بساط ساهلين اقتصاديين ودغيا تيتوجدوا. صافي غادي نخلط جيدا المكونات، وفي التالي غادي نضيف الدقيق. هنا ضفت كأس ديال الدقيق، دائما تنعبر بكأس ديال العنبه. غادي نزيد واحد كيس ديال الخميره ديال الحلوى، وغادي نخلطهم. غادي نشوف الا باقي خاصني الدقيق او لا جاني القوام خفيف. انا غادي مازال نزيد الدقيق هنايا كيف ما غادي تشوفوا معايا. فانا غادي نزيد ربع كأس ديال الدقيق، يعني كأس وربع في المجموع. صافي يعني خصنا نحصلوا على واحد القوام اللي يكون شيئا ما خفيف، يعني ما يكونش هكايا القوام ديال الخليط ثقيل باش يجيونا دوك الميني كيك هكايا يسفنجيين وتيجيو خفاف. صافي غادي نخلطهم مزيان يعني حتى كنحس بان داك الدقيق دخل في الخليط وما تيبقاوش دوك الكتل هكا ولا دوك الحبيبات اولا الكويرات ديال العجين. كيف ما كتشوفوا هنا غادي نجيب هاد المولات الصغار هادو، غادي ندوز عليهم كاملين بالزبده، غادي ندهنهم مزيان تفاديا انهم كيلتصقوا لنا. وغادي ندير واحد رشه ديال الدقيق غير خفيفه، ما كثروش الدقيق البنات، يعني غير رشه خفيفه هكا. غادي ندوز عليهم كاملين. صافي غادي نبدا نفرغ الخليط ديال الكيك اللي حضرنا. هنا كندير واحد الكميه، يعني ما كنوصلش حتى للفوق، يعني ما كنعمرش هكا باش ياخذوا لنا المساحه فين يطلعوا. تقريبا واحد 3 ديال المعالق على حسب دوك ليمون يعني قداش عندكم. انا عندي يعني راه صغار شويه ماشي كبار. صافي فرغت تقريبا، راه خرجت ليا 8 ديال الميني كيك او لا 8 ديال المولات اللي عمرت. هنا كتزيين غادي ندير المشماش. انا كان عندي هنايا حبات ديال المشماش قسمتهم على جوج، يعني كل حبه كنقسمها على جوج، وغادي نحطها هكا في الوسط ديال العجين ديال الكيك كيف ما كتشوفوا معايا. ممكن يعني تخليهم كيف ما هما، في التالي من بعد ما كيطيبوا كتزينوهم اولا تزينوا باي فاكهه عندكم. صافي هنا غادي ندخلهم الفران، كيكون شاعل من قبل، يعني كنطيبهم بحال كيف ما كنطيبوا الكيك عادي. ومن بعد ان شاء الله ما غادي يطيبوا ويتحمروا غادي نخرجهم. هذا هو الشكل ديالهم بعد ما تيخرجوا. هذاك المشماش اولا ديك القطع ديال المشماش كيف ما كتشوف معايا تيذوبوا وتيجيو بحال شي كريمه من الداخل ديال الكيك.
يعني ما تيبقاوش كيف ما كانوا من الاول، يعني داك القوام ديالهم قاصح، راه كيطيب وكيولي لنا سايح من الداخل، تولي بحال شي كريمه. نتوما غادي تشوفوا معايا في التالي. هنا غادي نزينهم من الفوق، غادي ندهنهم بشويه ديال المربى، ومن بعد غادي نزينهم بشويه ديال الكاوكاو كونكاسي اولا اللوز اولا الكوك، المهم اللي كان عندكم متوفر غادي تزينوا به. هنايا غادي نحيد معاكم وحده باش تشوفوا انهم راه كيتزولوا بكل سهوله البنات. انا خليتهم في ليمول حتى زينتهم، عاد باش زولتهم كاملين. هانتوما شوفوا كيفاش كيجي الشكل ديالهم، يعني ممكن تحتفظوا بهم غير بهكا يعني بدون تزيين، راه كيجيو رائعين. صافي غادي نزيد عليهم كيف ما قلت لكم شويه ديال الكاوكاو كونكاسي، كيكون محمر شويه في الفران. ومن بعد غادي نزولهم لان هنا كانوا باقيين سخان، لذلك انا ما زولتهمش ديك الساعه، خليتهم حتى بردوا وتماسكوا. صافي راه كيتزولوا لنا بكل سهوله، ما كيكونوش لاصقين في المول لان ديجا مدهون بالزبده ومرشوش بالدقيق. هانتوما غادي تشوفوا معايا هنا غادي يتزولوا يعني بكل سهوله، يعني كندير غير بواسطه سكين وكنزول لي ميني كيك ديالي كيف ما كتشوفوا الشكل ديالهم. كيجيو فيهم واحد المذاق رائع ديال المشمش، كيجيو زوينين بزاف. كيف ما قلت لكم بالنسبه للفاكهه فكتبقى اختياريه، ممكن تستغناو عليها تماما. واذا كان متوفر عندكم يعني اللي كان عندكم اي نوع ديال الفاكهه في البيت كتزينوا بها من الميني كيك ديالكم، راه تيجيو زوينين بزاف. صافي انا غادي نزولهم كاملين من المول وغتشوفوا معايا الشكل النهائي ديالهم كيفاش تيجيو. وهذا هو الشكل ديالهم النهائي البنات. من بعد ما تيبردوا لنا بطبيعه الحال تنقدموهم يعني هكا في القهيوه ديال العشيه اولا في الفطور اولا الكوتي للوليدات للمدرسه، فكيجيو رائعين بزاف بزاف، كيجيو لذاذ. غادي نقطع معكم هكا باش تشوفوا معايا كيفاش تيجيو حتى من الداخل. يعني ديك الفاكهه ديال المشمش ملي تطيب تتعطي واحد القوام رائع الكيك ديالو حتى النكهه، يعني كيجيو لذاذين بزاف بزاف. تنتمنى ان شاء الله انكم تجربوهم، انا اكيد غادي يعجبوكم. نتوما كتشوفوا معايا البنات الشكل ديالهم كيفاش تيجي رائع بزاف بزاف البنات، وكيجي واحد المذاق اللي رائع. كنتمنى ان شاء الله انهم يروقوا الاعجاب ديالكم، تنقول لكم اكيد بالصحه والراحه، والى فيديو وصفه اخرى باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.